طبعًا أنت قريت العنوان وقريت السؤال اللي كل الناس بتسأله لبعضها أو بتسأله لنفسها، اللي معاه فلوس واللي مش معاه فلوس بيسأل نفس السؤال ده. طيب اللي مش معاه فلوس بيسأل ربنا، هو ربنا يعني حاشا لله إن إحنا نسأله، إحنا بنسأله كدعاء، لكن مش استفسار، لأنك أنت ما ينفعش تستفسر، دي حاجة مهمة جدًا يعني. هو ليه ربنا ما بيديليش فلوس؟ سؤال بسيط لكن الإجابة ما يمكن علشان لو جات دلوقتي كنت هتضيع أو كنت هتنسى. طب هتنسى إيه؟ ممكن تنسى ربنا اللي اداها لك أساسًا واللي خلقك ورزقك واداك كل شيء، أو ممكن كنت هتفتكر إن أنت استغنيت يعني ما بقيتش عايز حاجة بقى، وده طبعًا في حد ذاته خطر كبير جدًا. على فكرة مش كل تأخير حرمان، وأحيانًا ربنا بيأجل علشان يحميك من نفسك، وعلشان كده عايز أقول لك إن مش كل اللي تحسبه رزق يبقى خير، وكمان مش كل تأخير قلة حظ، أنت ممكن يكون حظك كبير أوي بس أنت اللي ما أنتش واخد بالك. وطبعًا كلنا عارفين اللي حصل مع قارون، وربنا قال: "فخسفنا به وبداره الأرض." طب ربنا خسف به الأرض ليه؟ علشان هو اتكبر على ربنا وقال: "إنما أوتيته على علمٍ عندي." قارون كان من المتعبدين، وكان بيتعبد لله، وكان في خلوة مع الله في مكان مرتفع على جبل، وقعد فترة كده من السنين والشيطان ضحك عليه وغواه. وقارون ده كان عنده علم ان هو يقدر يحول التراب او الرمل لذهب. الشيطان ضحك عليه وغواه، ما كانش بيقدر عليه لحد ما في مرة اتحول له على هيئة انسان وقدر يغويه وبقى يعبد الله معاه لدرجة ان هو بقوا اصحابه كده وغواه ونزله من الخلوة بتاعته دي وخلاه ينزل ويشتغل ويعمل فلوس وعمل فلوس كتير جدا. وقال انا اوتيتيه على علم عندي. من هنا بدأ التكبر والغرور، نسى ربنا ونسى كل حاجة والشيطان ضحك عليه. والناس القوم كانوا بيقولوا يا ريتنا نبقى زيه لما كان بيطلع بالزينة بتاعته بالخدم بتوعه بقى والخزاين بقى والغنى والفلوس والدنيا والكلام ده كله، كان الناس بتقول يا ريتنا نبقى زيه. لكن لما ربنا خسف به الأرض قالوا لا ده الحمد لله إن ربنا نجانا، ربنا نجانا، كان لو احنا كنا زيه كان هيتخسف بينا الأرض. شفت بقى إن ربنا بيحمي ناس بس ما بيعرفوش إلا بعد ما بيحصل حاجة معينة. أنا هنا بتكلمك أو بتكلم مع الناس مع بعضنا بنتكلم كده، أنا مش مجهز الفيديو ده، أنا مثلا بيجي في بالي دلوقتي فبقوله، ودي حاجات حصلت وأمثلة واقعية بتحصل في الحياة. لان انا في ظروف وانت في ظروف وكل الناس في ظروف، احنا كلنا في كل واحد ليه ظروفه. الفلوس مش كل حاجة، لكن هي مهمة وهي وسيلة لكن هي مش كل حاجة. انت ممكن يكون عندك حاجة بسيطة جدا مش ب3 جنيه، بس في حد عنده ملايين ما عندوش الحاجة دي او ما يعرفش يجيبها وما يعرفش يجيبها بملايين الدنيا كلها. فانت خلي عندك ايمان بالله ان الفلوس مش كل حاجة، وان اللي ربنا رايده لك هتشوفه غصب عن اي حد. وافتكر قصة قارون، وافتكر القصة اللي احنا قلناها في فيديو قبل كده بتاعت الراجل الفقير اللي كان الراجل الغني بيتمنى ان هو يبقى زيه وكسب الجولة في الاخر. طبعا انا مش معنى كلامي ان الناس ما تحاولش تعمل فلوس، لا بالعكس، حاول تعمل فلوس بس بطريق مشروع او يكون ليك مبادئ، وخليك دايما فاكر ان اللي اداك الفلوس دي ربنا، فما تنساش ربنا. وهي دي الحكمة اللي انا عايز اوصلها، ان في ناس بتعمل فلوس او بيجي لها فلوس بس بينسى، بيضيع الفلوس بتفسده. في ناس الحمد لله ربنا بيديها رزق وبيديها فلوس وبتأدي حق الفلوس دي بأي شيء وبيكون بيرضى ربنا برضه. فهو ده الفكرة اللي انا عايز اقولها، علشان الناس ما تفكرش ان انا بقول ان الفلوس لا، يعني ان انا بغويهم في الفقر او بحببهم في الفقر او كده، لا بالعكس والله. الغنى حاجة كويسة جدا والخير من عند ربنا كتير قوي، واحنا مش هننقص الخير اللي عند ربنا مهما ربنا ادانا، ولو ادانا اضعاف اكتر من كده احنا مش هننقص الخير من عند ربنا. فخلي بالك ان انت لو عندك فلوس وعندك رزق ايا كان الرزق اللي عندك ايه ربنا مديهولك، كلنا ربنا مدينا رزق. خلي بالك ما تنساش ربنا، ان ربنا اللي رزقك الرزق ده، وراعي حق ربنا في الرزق اللي اداهولك. يا رب اكون قدرت اوصل معلومة ولو بسيطة. وطبعا انا عارف ان الناس اغلب الناس وممكن كل الناس فاهمين المعلومة دي، لكن واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنون. بطلب من حضراتكم اشتراك وتصلوا على النبي وتستغفروا الله وتختار لك اي حاجة حلوة تقولها في كومنت. السلام عليكم.